السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. انا نورة حسن. لو تشوفوني لأول مرة ما تنسوش بقى تتابعوا القناة، تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. دايما ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. فالنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عيش التميس بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ان شاء الله تجربوها ويعجبكم. بجد العيش ده طعمه حلو جدا جدا، وكمان المكونات متوفرة في كل بيت وبسيطة بإذن الله تقوموا تعملوها حالا، وبجد هيعجبكم قوي ان شاء الله. اول حاجه هنا كده معانا كوبايه من اللبن الدافي، حاطين عليه معلقتين كبار من السكر وكيس خميره فوريه، وهنسيبهم كده يختمروا ونغطيها ونسيبها شويه. معانا هنا نص كوبايه من الزبده، وممكن تستخدمي سمنه زبده او سمنه من سايحه كده تبقى سايحه معانا دافيه. ومعانا هنا كيلو ونص من دقيق متعدد الاستخدام. تمام. وطبعا ميه دافيه علشان العجن. هنبدا ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا كده كويس جدا قبل ما نشتغل فيه زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما نخلنا هنا كده الدقيق كويس جدا، هنحط بقى عليه معلقه الملح الصغيره وهنقلبها كده. وبعد كده هنبدا ان احنا نضيف الزبده، نص كوبايه من الزبده زي ما قلت لكم. ونقلب بقى كده. بعد كده هنا هنبدأ نضيف كوباية اللبن الدافية اللي احنا حاطين فيها الخميرة والسكر، كيس من الخميرة الفورية ومعلقتين كبار من السكر وكوباية لبن دافية. وهنا كده بعد ما عجننا كويس جدا طبعا ضفنا مية دافية للعجن. وهنا كده كانت العجينة اتلمت زي ما انتوا شايفين كده، هي بتبقى بتلزق حاجة كده بسيطة، والعجينة طرية جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد كده هنسيبها بقى كده تختمر براحتها. طبعا اصلا الجو حر فهتختمر معاكي بسرعه ان شاء الله. طالما خدمتيها كويس في العجن هتختمر معاكي بسرعه وتبقى العجينه كويسه جدا معاكي. هنبدا كده نغطيها بكيس مطبخ او ستريتش رول، وتسيبيها بقى كده لحد ما تختمر معاكي. تحطيها في فرن البوتاجاز او تغطيها بفوطه كده من فوق الكيس، وتسيبيها كده على الرخامه لحد ما تختمر معاكي وتبقى زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي حالا. زي ما انتوا شايفين طبعا هنا كده كانت اختمرت ما شاء الله وبقت حلوة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين العجينة ما شاء الله اختمرت بسرعة، حوالي نص ساعة بالظبط وكانت العجينة اختمرت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى كده نلمها ونبدأ نكورها ونحطها في الصواني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا على حسب بقى حجم الرغيف اللي انتي هتعمليه. قطعناها كده في الصواني مدهونة بدهنة زيت او سمنة زي ما تفضلي، وتبدأي ان انتي تفرديها. وبعد كده تجيبي الشوكة وتبدأي تعملي فيها اخرام كده بالشوكة باشكال عشوائية يعني زي ما انتي شايفة كده. وبعد كده هنا هتجيبي صفار بيضة وعليها شوية من اللبن، وتبدأي تدهني كده وش العيش بتاعنا كده بالشكل ده. وهنا كده هنجيب بقى بعد ما دهنا وش العيش بصفار البيضة وشوية اللبن، هنبدأ ان احنا نرش كده عليها من فوق سمسم وحبة البركة. هنبدأ بقى نعمل كل الموضوع دوت في العجين كله كده، نفرده ونعمله بالشوكة. وبعد كده ندهن وشه صفار بيضة ولبن علشان يصفر كده ويدي لون ذهبي حلو. ونبدأ نرشه كده بالسمسم وحبة البركة، بيديله طعم حلو قوي قوي. وطبعا التسوية بتاعته هتبقى في فرن البوتاجاز عادي جدا. لو الفرن عندك بيشتغل فوق وتحت شغلي عليه الشواية وفرن البوتاجاز. لو عندك حاجة واحدة بس اللي بتشتغل فشغلي عليه فرن البوتاجاز، ولما ياخد لون ذهبي من تحت شغلي عليه الشواية ياخد لون ذهبي من فوق. تمام. ما بياخدش وقت في السوا خالص، فخلي بالك عليه علشان ما يتلسعش ولا يتحرق منك. طعمه حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الكيلو ونص عملوا لنا حوالي 8 رغيف او 8 ترغيفه من العيش التميس دوت. فاتمنى ان انتوا تجربوها يعجبكم. كميه حلوه جدا ما شاء الله، وما استخدمناش حاجات كتيره جدا يعني كيلو ونص دقيق ونص كوبايه زبده وكوبايه لبن دافي وسكر وملح وخميره. فالمكونات بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت بإذن الله. ما تنسوش بقى تدعوا لماما علشان هي اللي عملت لكم الوصفة الجامدة دي. عايزة اقول لكم طعمه حلو قوي ولازم تجربوه بالطريقة بتاعتها. ما تنسوش بقى تدعوا لها في التعليقات وتعملوا لايك واشتراك للفيديو. بحبكم قوي.
سلام.